مصيبه جت على دماغنا كلنا. ليه؟ رب الاسره عنده ولدين في ثانويه عامه، ها، مع ارتفاع الاسعار العالي جدا ده هيعيش ازاي؟ يعلمهم يخليهم جهله. طبعا الدروس الخصوصيه طبعا غير مناسبه مع الناس، لان احنا شعب فقير وشعب تعبان. لما يبقى كل واحد فاتح لي سنتر تحت بير السلم والحسابه بتحسب والحصه ب50 والحصه ب100، ويطلع وزير التعليم يقول احنا هنمنع الكلام الفاضي ده وهنشغل المجموعات التقويه اللي كانت موجوده زمان، الله يرحم زمان، ويجي دلوقتي يطلعوا لنا ب100 وب50. حد بيقسم مع المدرسين دول ولا ايه؟ احنا هنلاقيها من اسعار ولا هنلاقيها من دروس خصوصيه ولا مش فاهم ايه القرف ده؟ فين الرقابه؟ 1200 جنيه بنتين عندي، واحده في ثانيه ثانوي وواحده في ثانيه اعدادي، ولسه ما رحناش سنه جايه عندي اعداديه وثانويه عامه، بيقولوا لي من دلوقتي هحضر لك 30000 جنيه اقل حاجه. ايه فين الدوله من الكلام دوت؟ والطالب لو ما خدش خلاص، لو ما خدش درس مش هينجح من الاخر كده، والمدرس ما بقاش يشتغل في قلب المدرسه. ادي البلد وادي التعليم. انا عندي ولد في اولى اعدادي بيكلفني 400 جنيه، وعندي ولد في سنه رابعه 260 جنيه، وبتاع سنه اولى ده اجباري برضه المجموعه الواحده ب 35 جنيه ولازم تاخد. كان كده قعدوا لك بقى جنبك في البيت. اقول له ارحل وخد نظامك معاك وانت مروح بس، ولما تحب تخاطب بخاطب الرجاله، ما تخاطبش النسوين، لان هي خلاص خلصت على كده. بس وصل له الرساله دي، قول له لا تخاطب الامهات ولا تخاطب البنات بس، وبلاش اللعب بقى على العواطف وشغل اللعب على المشاعر ده وبتاع. المجتمع كله مكتئب بسببك، فامشي وخد نظامك معاك. أنا كنت باجي آخد 5 كيلو طماطم، دلوقتي بدل ما آخد 5 كيلو طماطم باخد كيلو واحد. كنت آخد 5 كيلو بطاطس، كيلو ونص أو 2 كيلو، كل حاجة غليت زيادة عن اللازم. البلد من ساعة هو ما قاعد على الكرسي الرئيس السيسي ده والحاجة غليت وولعت. بقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيه. كل حاجة غالية مولعة، مش عارفين يجيبوا حاجه. ندور على حاجه رخيصه، ندور على حاجه رخيصه. انا جايبه بقى اشوف، جايبها من عند من هناك كده لغايه المدرسه الغربيه، اخش المدرسه الغربيه عشان اجيب الحاجه رخيصه. مش عارفين ناكل ولا نشرب. نعملوا ايه؟ الكيلو الرز ب 8 جنيه مش لاقيينه، ولا الكيلو السكر ب 12 جنيه. كل حاجه غاليه، ولا الدقيق ب 5 جنيه. يعني الناس تعمل ايه؟ احنا فلاحين. والقبض مش عايز يزيد، والقبض ما فيش قبض، هو بيقبض المعاش يا دوبك جاي على قد الرايحه. طب الناس هنعملوا ايه يعني زياده عن كده يعني؟ احنا عايزين الغلا يرخي عننا شويه، عايزين الغلا يرخي عننا شويه. كل حاجه غاليه في السوق. 25 جنيه ولا الكيلو السمنه ب 25 جنيه. الاصطناعي نعملوا ايه الاصطناعي؟ البلد ب 50 جنيه ولا ب 60 جنيه، هنجيبه منين يعني؟ زمان كانت الواحد ياخد ال 20 جنيه تجيب بيها اللي ما نجابش. دلوقتي علي اللي بيقولها الواحد تاخد ال 100 جنيه، يوم الكيلو اللحم 80 جنيه وب 85 جنيه مش لاقيين. الفراخ ب 30 جنيه. طب الناس هتجيب منين يعني؟ لما نتكلم عن الاسعار بنتكلم على السلع الاساسيه اللي ادت لرفع الاسعار دي. السلع الاساسيه البنزين ده اول حاجه، نقل ومواصلات. نقل يعني نقل سلع، يعني بضيف سعر على سعر السلعه، طبيعي لازم هتزيد. بالنسبه مثلا حاجه زي السكر، حاجه زي الزيت، الحاجات الاساسيات دي طالما انا زودتها، والدقيق والقمح طالما انا زودتها طبيعي ان هي لازم الحاجه اللي المبنيه عليها هتزيد. طماطم النهارده ب5 جنيه. حضرتك لو جيتي بصيتي على الناس اللي بيبيعوا، مع احترامي للناس اللي بتشتري، بيحاولوا يشوفوا الطماطم اللي هي سوري انت ما تقدريش تبصي لها، بيحاولوا ينقوا منها ويجيبوها. ليه؟ عشان يواجهوا مشكله الاسعار اللي انت بتقوليها. ما هنواجهها ازاي؟ يا اما ان انا هجيب الحاجه اللي هي نص جوده ماشي، يا اما ان انا الحاجه اللي مش ضروريه او مش هشتريها. انا كنت باجي اخد 5 كيلو طماطم، دلوقتي بدل ما اخد 5 كيلو طماطم باخد كيلو واحد. كنت اخد 5 كيلو بطاطس، كيلو ونص او 2 كيلو، كل حاجه غليت زياده عن اللازم. البلد من ساعه هو ما قاعد على الكرسي الرئيس السيسي ده والحاجه غليت وولعت. بقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
الاسعار غاليه جدا جدا جدا. كيلو الثوم ب 10 جنيه، الثوم ب 20 جنيه، الطماطم المعفنه المسوسه ب 5 جنيه، والبطاطس ب 5 جنيه. كل حاجه غاليه. والله احنا بنحاول ان احنا نقتصد في المصاريف مش اكتر. يعني اللي كان بيجيب مثلا 3 كيلو طماطم بقى يجيب كيلو طماطم، اللي كان بيجيب 4 كيلو بطاطس للاسبوع بقى يجيب كيلو بطاطس. الشعب دلوقتي بيشحت. غاليه جدا، كل الاسعار غاليه جدا. الطماطم كان بكام الاول؟ كان بجنيه ونص مثلا، كان بجنيه. النهارده بكام؟ ب 5 جنيه وب 4 جنيه. الخضار ده ممكن فوق وممكن تحت حسب سعر ايه. احنا بنتكلم على الدواجن واللحوم. اهم شيء المستوردين من بره من فوق هم بيتحكموا في سعر السوق. احنا انتخبناك ووصلناك لكرسي الرئاسة والاسعار كلها وغلاء فاحش. اللي نازله ب 100 جنيه مش مكفيه بيتها، وهو جوزها اصلا شغال ب 700 جنيه. هي هتجيب ايه؟ هتجيب كيلو بطاطس ولا كيلو خيار ولا كيلو كوسه ولا ايه؟ الليمون نفسه وصل 30 جنيه. هو ايه يا بلد في ايه؟ احنا انتخبناك عشان الحاجات ترخص مش الحاجات تغلى. الراجل لا ما بكذبش والله. طبق الفول وصل 7 جنيه يا سيادة الريس. أكلة الغلابة وصلت 7 جنيه. أنا من الساعة 6 قاعد على فرش عامل 14 جنيه، والجنيه بينطح جنيه. يرضي ربنا ولا يرضي مين؟ احنا عايزين الأسعار تنزل. عمالين طول الأسعار هتنزل والدولار. احنا مالنا ومال الدولار؟ احنا آخرنا نشتري الخيار. دولار ايه يا سيادة الريس؟ احنا شعب فقير. يعني معايا ناس هنا يحلفوا بالله ما شافوا الدولار مدى حياتهم. احنا مالنا ومال الدولار؟ احنا الجنيه اهو. احنا اخرنا الجنيه دي اللي شفناه، ولا شفنا دولار ولا شفنا اي حاجه. يقول لك الدولار ب 20 جنيه. هو احنا مالنا ومال الدولار؟ الزباله ما فيهاش راجل عمال يدقق علينا وقطع عند اوغندا. صح؟ كل حاجه هنجيب منين؟ انا موظف هجيب منين؟ عنده 4 عيال هجيب منين؟ هو عنده 4 عيال زي بس هو حرامي. هو وحكومته ووزراءه كلهم حراميه. في ذهب، في بترول، في غاز. هيعمل اكتر من كده ايه تاني؟ احمد ولا عمرو اديب الحرامي بياخدوا بملايين، ولا احمد شوبير دول بياخدوا ملايين في السنه. اي واحد بياخد فوق 15 مليون. احنا بناخد ايه؟ بناخد 2000 جنيه في الشهر. هنعمل بيهم ايه؟ يرحمنا والله العظيم. انا عندي سنه افجر نفسي فيه، بس هطوله ده بيخاف. وحد عارف هو ساكن فين؟ الجبال. خلاص زهقنا. انا واحد ناس اتخنقت. عارف ايه اتخنقت؟ في الحاجه كلها غليت. كل يوم الاسعار بتزيد، كل يوم الاسعار بتزيد، كل يوم. هنعمل ايه؟ مش قادر يمسك الدوله يسيبها. من ساعه ما الجيش مسك الدوله خرب مصر. 250 لغايه دلوقتي. صح ولا مش صح؟ في كتير بس هتكلم زيادة عن كده. ارحمونا شويه. تعبنا والله العظيم. وافجر نفسي بس في السيسي نفسه اكبر واحد في الدوله. ده هو انسان واحنا عارفين نعمل حاجه وخلاص. مش العلاج مش عارفين نجيبه، يعني هنموت والعلاج مش قادرين نجيبه. عليك كده يا سيسي. يا باشا احنا انتخبناك عشان نظبط البلد مش عشان ندولها. العالم ولعت نار وهنموت. الناس مش معاها اي حاجه خالص. الناس تعبانه من الغلا. المعيشه اللي هو كل حاجه غاليه 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 غاليه. طماطم غاليه، بتنجان غالي، بطاطس غاليه. ما فيش اي حاجه، يعني ما فيش حاجه كده حاسه الناس حاسه بها براحه. ما فيش اطمئنان للشعب. الشعب في يعني هتقوم ثوره جياع. ما فيش دخل والله. ما في دخل. جوز عياله فقير بيشتغل باليوميه و7 عيال. نقلت الوقت طفشوا منه مش لاقيين ياكلوا. حرام. حسب الله ونعم الوكيل وكل ظالم. اقول له ارحم الغلابه وربنا احسن من اي حد في الدنيا. والشعب صار يشتكي. ما فيش حاجه. اللي بيجيب 100 جنيه 150 جنيه مش لاقيين حاجه. الناس تاخدوا بعضها من قله الفلوس من قله اي حاجه. يا جماعه يا سعاده الرئيس حس بينا، حس بالشعب اللي خلاص انتهى الناس الغلابه. كل حاجه زادت في البلد، مش الكهرباء بس. كل حاجه في البلد بتزيد والبني ادم بيرخص. يعني جت على الكهرباء حرام. الناس بتموت بعد كده. احنا مش هنشغل كهرباء بالمره. والكهرباء لو جت فاتوره غاليه الناس كلها مش هتدفع. الناس تعبانه، ان كان موظفين، ان كان شغيل، ان كان عمال، ان كان موظفين. كل الناس دي تعبانه. الحكومه فاشله. وزير الكهرباء فاشل وبالثلاثه. رجال الاعمال والحراميه اللي سارقين البلد المصانع بتاعتهم ما بيدفعوش كهرباء. التركيز كله على الفقير هينزل الشارع. اقسم بالله ما هيهوب تاني. هيحصل مشكله كبيره في المجتمع المصري. الناس مش ناقصه.
الناس هتولع، الناس بتكلم نفسها براحته. ما هو مين هيحاسبه؟ عمال يزود في الكهرباء، ومين هيدفع ضريبه الغلاء ده؟ انا مش عارف. الشعب انا مش عارف. وزير الكهرباء ده المفروض يجي يخفف المعاناه على الشعب ولا يزودها؟ ان في هوجه تاني تقوم، بس زي يناير مش زي 30 يونيو. تمام، انا راجل قوات مسلحه، تمام، وكلنا خايفين من اللي بيحصل ده. اللي بيحصل ده اسمه انفجار. اكتر من 80% من البلد تحت خط الفقر. كده القوات المسلحه والشرطه والقضاء، الوزارات السياديه تنتظر من الغلبان ده او الفقير ده انفجار مماثل ليناير. اقول له ايه؟